خبر عاجل من قناة أخبار المغرب. أسراب الجراد تغزو شمال إفريقيا، خسائر كبيرة في ليبيا وتونس والجزائر وتحذيرات من تفاقم الأزمة. قبل الخوض في هذه التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتتوصلوا بكل جديد. وفي التفاصيل، في تطور مقلق ينذر بكارثة بيئية واقتصادية اجتاحت أسراب هائلة من الجراد الصحراوي مناطق واسعة من شمال إفريقيا، مخلفة وراءها دمارا واسعا في الأراضي الزراعية وواحات النخيل، خاصة في كل من ليبيا وتونس والجزائر. الانتشار الخطير لهذه الأسراب بدأ مع بداية شهر مارس الماضي من الأراضي الليبية، وتحديدا في مناطق تزربو وسبها، حيث غطت الأسراب مساحة تقدر بأكثر من 100,000 هكتار، وأسفرت عن تضرر حوالي 70% من المحاصيل الزراعية بحسب تقارير ميدانية، الأمر الذي يهدد بشكل مباشر سبل عيش آلاف الأسر الليبية التي تعتمد بشكل أساسي على الزراعة، ناهيك عن التأثير البيئي الكبير على التنوع الحيوي في هذه المناطق. ووفقا لما ذكره موقع إيرم بيزنس، فإن الجراد الصحراوي يعد من أخطر الآفات الزراعية في العالم، إذ يمتلك قدرة هائلة على قطع مسافات شاسعة تصل إلى مئات الكيلومترات يوميا، كما يمكن أن يحتوي كيلومتر مربع واحد فقط من سرب الجراد على 80 مليون جرادة، تستهلك في يوم واحد ما يكفي لإطعام نحو 35,000 شخص. أما في الجزائر فقد أعلنت السلطات حالة الطوارئ في 14 محافظة مهددة بعد رصد تحركات كثيفة لأسراب الجراد باتجاه المناطق الزراعية، وسط تحذيرات من أن الرياح القوية قد تساهم في تسريع انتشار الأسراب نحو الشمال. وتخشى الجهات المختصة من أن تتحول هذه الظاهرة إلى أزمة وطنية إذ لا تتم مواجهتها بخطط عاجلة وفعالة. وفي تونس الوضع لا يقل خطورة، حيث تم رصد بؤر لانتشار الجراد في عدة مناطق جنوبية، خاصة في مدنين وتطاوين، وتشير التوقعات إلى أن الفترة ما بين أبريل ويونيو 2025 التي تعد ذروة الموسم الزراعي قد تشهد تدميرا واسعا للمحاصيل إذا ما استمرت الأسراب في التكاثر والانتشار، مما يهدد الأمن الغذائي في البلاد. الخبراء يحذرون من أن استمرار الصمت أو ضعف التنسيق الإقليمي بين دول شمال إفريقيا قد يحول هذه الأزمة إلى كارثة إقليمية تطال الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي. فهل ستتخذ الحكومات إجراءات سريعة وحاسمة لاحتواء الوضع، أم أن الجراد سيواصل زحفه مدمرا المزيد من الأراضي والمحاصيل؟ ابقوا معنا على قناة أخبار المغرب لمتابعة آخر المستجدات، ولا تنسوا تفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل جديد. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.